مساء التوفير على احلى ستات بيوت في الدنيا. عايزه اقول لكم اني النهارده نزلت السوق وانا حاطه ميزانيه صغيره لنفسي، وقلت اشوف هقدر اعمل بيها ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مساء العسل او صباح العسل على حسب ما بتشوفوني. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. جبت كيلو بسارية ب20 جنيه، وطبعا عندكم الفيديو اللي قبل كده، اللي ما شافوش يروح يشوفه ويعرف اسعار السمك من بق بتاع السمك. وجبت كيلو بطاطا ب5 جنيه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، يعني ب25 جنيه نقدر نعمل أكلة محترمة وحلو كمان. الفكرة بقى الأساسية في الفيديو مش اننا هقولك تعملي البسارية ازاي ولا تعملي البطاطا ازاي، كلنا طبعا ستات بيوت وعارفين ده. احنا لو حطينا البطاطا كده في الفرن هتتعمل، لو عملناها صينية بحبة لبن بكوباية لبن هتتعمل، لو عملناها سلقناها هتتعمل برضو. فالبطاطا مش قصة ولا البسارية قصة. البسارية دي برضو لو تبلتيها كده بحبة توم على حبة ملح على كمون على ليمونة، عملتيها في صينية هتمشي معاكي، على جزرية مبشورة وبصلاية مبشورة هتمشي معاكي، عملتيها مقلية هتمشي معاكي، يعني هتمشي معاكي في كل الحالات. خللتيها هتمشي معاكي، قليتي نصها وخللتي نصها هتمشي برضو معاكي. على فكرة انا قليت نصها وخللت نصها، وتحفة تحفة تحفة. مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي، حاجة كده فعلا تفتح النفس. الفيديو عن الرضا، والفيديو عن اني لما ايدك تتعقل بيتك هيتعقل وهيمشي مظبوط وهيبقى زي الفل. طيب ايه تاني؟ وعن اننا نرجع نفسنا لاصل البيت المصري، الست اللي تعرف ازاي تمشي الاسبوع بميزانية بسيطة وهي راضية ومبسوطة. نرجع لايام بقى امي وامك، ستي وستك. شوفي بقى كانوا بيعملوا من الفسيخ كده شربات. الفكرة هنا هقول لكم ايه، بصوا يا بنات، بصي يا ست الكل يا غالية، بصي يا قمراية، بصي يا مسكرة. مش لازم كل يوم ننزل نشتري حاجات كتير، مش لازم كل يوم نطلب ديليفري، مش لازم نعمل اكل بمبالغ كبيرة عشان نحس اننا ستات بيوت وشاطرين. لا، انت عشان تبقي ست بيت شاطرة تعملي بأقل الامكانيات احلى حاجة واحسن حاجة. برضو الشطارة الحقيقية انك تبصي في بيتك وتشوفي ايه اللي موجود وايه اللي ممكن نكمل عليه، وممكن نعمل منه أكلة، وممكن نخليه بدل ما يقعد يوم يقعد يومين. زي ما قلت لكم قبل كده، التوفير مش حرمان، التوفير تنظيم. وقلت لكم كده في الفيديوهات اللي قبل دي، عندكم 10 أخطاء احنا بنقع فيها وبتدمر المصروف. الفيديو ده انا عامله لكم منه جزئين، ارجعوا له واعرفوا ان التوفير مش حلقه واحده ولا في فيديو واحده، التوفير ده حلقات. تابعوا الحلقات اللي قبل دي وانتوا هتستفادوا كتير كتير. وانا واحده من الناس اتعلمت ان الكتير مش دايم، لكن البركه دايمه. والبركه بتيجي من عند ربنا وبتيجي من فضل الصدقه. لازم الصدقه حتى لو المصروف قليل، حتى لو المصروف قليل. البركه بتيجي تاني من ايه؟ بتيجي من عقل الست، من قلبها، من إدارتها لبيتها. وهنا بقى تعالوا أقول لكم مفهوم الست الشاطرة إيه. الست الشاطرة مش اللي عندها فلوس تصرفها، لا طبعا. الست الشاطرة هي اللي لما معاها 50 جنيه تعرف تمشيهم، لما معاها 20 جنيه تعرف برضو تعمل بيهم أكل، ولما معاها 10 جنيه تعرف تدبر نفسها كويس قوي. واوعوا تفتكروا ان التوفير يقلل من قيمتك، بالعكس ده بيرفعكم. البيت بينهار لو الست اتلخبطت، وبيقف لو الست وقفت على رجليها. احنا بننزل السوق ساعات واحنا مركزين نشتري اللي يعجبنا مش اللي نحتاجه. قبل ما تنزلوا اكتبوا 3 حاجات بس محتاجينهم، مش 15 حاجة. ال3 هيوفروا عليكم نص الفلوس اللي كنتوا هتصرفوهم. وانتي ماشية بقى في السوق كده بتشوفي ايه اللي رخيص النهاردة وخديه. البسارية مثلا كانت ارخص حاجة من اي سمك تاني، طب ليه لا؟ طب ما نعمل منه اكله نظيفه ورخيصه وهتوفر معانا، وكمان كلها فسفور. على فكره نوع السمك البسارية والمكاريل والتونه دول من افيد انواع السمك في الاسماك. اعملي اسبوع فيه يوم سمك رخيص. اصلا لازم كل اسبوع يوم واحد ناكل فيه سمك، لازم لازم لازم. ده اصلا بيحسن الذاكره للاولاد ولينا احنا ككبار، ومفيد لكل حاجه. كل حاجه المخ محتاج ياكل سمك، يبقى لازم ناكل سمك. يوم بقى سمك رخيص، يوم سمك بولتي، برضو البولتي على فكره ماهوش غالي. طيب يوم خضار،
عندك حبة شوربة اعملي بيهم الخضار، ما عندكيش مشي دنيتك، دنيتك هتمشي. يوم مقليات، يوم بواقي. اكتبي ورقة للميزانية حطي فيها الأكل، مصاريف البيت، المدرسة، الحاجات اللي انت هتحتاجيها في الأسبوع. طيب كل أسبوع توفري حتى لو 10 جنيه، بس أنا عايزة أقولك اللي انت وفري كل يوم 10 جنيه، حطيها في علبة عشان رمضان. اعملي حصالة لرمضان من دلوقتي، اعملوا حصالة لرمضان من دلوقتي عشان ما يجيش علينا رمضان ونفضل بقى نتخانق ونقول الفلوس مش مقضية، واحنا اصلا دلوقتي الفلوس مش مقضية. وانا عن نفسي برضو لسه ما ابتديتش، بس بقول الفكرة وان شاء الله انفذها معاكم، ننفذها كلنا مع بعضينا. وعايزة التوفير بقى يبقى في كل حاجة، يعني مثلا انا مشغلة الفرن، هسوي حاجة ادخل معاها حاجة كمان مني والفرن شغالة، يبقى توفير للوقت وتوفير للغاز. وعايزة اقول لكم كمان، عارفين المحبس اللي هو بتاع الغاز دوت، ما نسيبوهوش مفتوح على الاخر، لا ما نسيبوش على طول كده مفتوح على الاخر، خليه يا دوبك اللي هو مشغل لك النار، يعني وسط، اقل كمان من الوسط. النار لما تبقى هاديه كده بتسوي الاكل اكن الاكل كده مكمور، طعم كده وحلو حلاوه، ومش هتلاقي الفاتوره جايلك اخر الشهر بقد كده. لا يبقى انتي اخدتي الاكل طعمه حلو وطعم، وفي نفس الوقت الفاتوره ماشيه معاكي تاتا تاتا. عايزه كل واحده تسمعني دلوقتي تعرف انها اقوى مما تتخيل. القويه واللي بتعرف فعلا تمشي بيتها ست البيت الشاطره، مش اللي هي زي ما قلت لكم من شويه معاها فلوس تعرف تصرفها، لا يعني اللي هي اصلا معهاش فلوس وبتعرف تمشي بيتها، اللي هي بتعرف تعمل من الفسيخ شربات. انت اللي بتدبري بيت كامل، انت اللي بتوفري، انت اللي شايله هم الكل، انت اللي لو مش قويه محدش هيقدر يشيل مكانك. خدوا النقطه دي وحطوها كده حلقه في ودانكم. فانت قويه، التوفير مش عيب، التوفير قوه، والمية اللي بتوفريها بتبني بكره احسن. اوعي تزعلي ان ميزانيتك قليله، الزعل الحقيقي ان الست تضيع فلوسها على الفاضي. انا النهارده بهديكم الفكره دي، انك ممكن تعملي اكلة حلوة، اكلة محترمة، وكمان ب25 جنيه، يعني اكلة حلوة واكلة محترمة، يعني اكل حادق واكل حلو. ومش عشان الاكلة نفسها، لا عشان الفكرة ان احنا نقدر ونقدر بجد كمان. وانا كان ممكن اعمل الاكله دي على فكره وما اقولكوش، بس انا قلت لازم اشارك اخواتي وحبايبي واصحابي، واكيد كلنا بنمر بظروف حلوه، الحمد لله على اللي ربنا يجيب. وحتى لو الدنيا معاكي ماشيه والدنيا معاكي حلوه، اعملي حساب اليوم الوحش، اعملي حساب ان في ايام ممكن تيجي عليكي اي ظرف، اعملي حساب الطوارئ، اعملي حساب اي حاجه، اعملي حساب جوزك اللي شغال ده النهارده، ما تعرفيش بكره يبقى شغال زي ما هو ولا لا، ما تعرفيش ايه اللي يجد عليكي. ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، بس احنا لازم نبقى عارفين ان الدنيا مش ماشيه على مزاجنا ولا ماشيه على كيفنا، النهارده بحال بكره بنبقى بحال تاني خالص. فلازم نعمل حسابنا لبكره، لو جرالك حاجه او جرى لاي حد عندك حاجه، اللي هيديكي النهارده مش هيديكي بكره. فحتى لو انت معاكي برضه وفري ودبري وخليكي ست بيت جدعه وشاطره. عايزه اقول لكم ان البطاطا في السوق ب10 جنيه، بس دي عشان الوش بتاعها متقطع كده مطرح القفص او الشوال، فهو بيبيع دي ب5، ففي ب5 وفي ب8 وفي ب10، بس انا عشان كنت نازله ومقرره اللي انا هصرف 25 جنيه بس، وقلت اعمل تحدي بيني وبين نفسي، فانا جبت ام 5 جنيه. ويا رب يكون الفكره عجبتكم بتاعه النهارده، ولو انتوا عندكم افكار تانية وتعرفوا توفروا احلى واحسن اكتبولي تحت في الكومنتات، وخلينا ننفع بعض ونشجع بعض. ويا رب تكونوا خدتوا طاقة إيجابية وفكرة للتوفير، وقولولي تحبوا أعمل لكم تحدي بكامل الأسبوع الجاي، ب20 ب30 ب40 ب100، قولولي. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان نكبر مع بعض، واتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده هتنفعكم كتير قوي في التوفير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.